مساء الخير عليكم جمهور شاشة الحدث اليوم وجمهور برنامج فكرة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة حابة في الأول كده أرحب بزميلي ورفيقي الأستاذ الإعلامي محمود الشاعر. أهلا بيك. أهلا بيك يا مرة، منورة. وبضيفتي الأستاذة ملك. ازيك يا أستاذة ملك، عاملة إيه؟ الحمد لله. منورة طبعا يا مروة، ويعني منورين الاستوديو كلكم، وإن شاء الله يعني تبقى حلقة متميزة. وطبعا حابب أرحب بكل مشاهدي برنامج فكرة، مشاهدي قناة الحدث اليوم. في البداية طبعا احنا شفنا العديد من الأفكار في الأيام اللي فاتت بتتقدم على اليوتيوب، ومش أي يوتيوبر بيقدم حاجة مؤثرة أو ممكن يبقى فيها محتوى شيق أو يبقى مؤثر في المشاهد، ولكن النهارده احنا معانا يوتيوبر متميزة. أنا حابب أرحب بيها. أهلا بيك يا ملك. اهلا بحضرتك. منورة. ميرسي. حابب طبعا في البداية إن أنت تعرفي نفسك للجمهور. اوكي، انا ملك علي، 23 سنة، خريجة كلية اعلام السمستر اللي فات في الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر. أهلا بيك، منورة. ميرسي. إيه محتوى البرنامج بتاعك يا ملك؟ هو الفكرة اساسا كان برنامج تاني خالص، كنا بس قلنا هيبقى بيتضمن حقوق الانسان، بس اخترنا قضية معينة كان الحكومة المصرية مش مسهلة التصاريح اكتر، وكان مطلوب مننا ان احنا قبل رمضان نسلم المشروع بتاعنا عشان مناقشة بعد العيد. البرنامج بتاعك في الأول اسمه فتح عينيك. فتح عينيك. احنا كنا مصممين على اسم برنامج كتير لان احنا قلنا هيبقى اعلام شارع، هنفتح عين الناس في حاجات كتير قوي الناس مش شايفينها. بعد كده زميلتي فدوى صالح لما الفكره الاولى اتلغت قالت ان احنا هنتكلم عن حقوق الوالدين، وكمان كنا بنتضمن مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدانا نعمل اعداد وكان شفنا مهازل، انا ذات نفسي كنت فاكره ان هي حواديت، يمكن عشان انا متربيتش في بيت فيه كده وعمري ما كنت اتخيل ان فيه فعلا قسوه كده. فبدانا بقى نلف على دور سواء مجاني او بفلوس. انا طبعا شفت اول حلقه في البرنامج على اليوتيوب. طبعا هي اثرت فيا جدا، وطبعا انا يعني قبل ما تاثر فيا اكيد اثرت فيكي. انا عايز اعرف يعني الواحد ما بيخش تجربه ممكن بيطلع منها يبقى شخص تاني، فعايزين نعرف هي اثرت فيكي ازاي برضه. تمام. هو احنا التصوير اتصور في رمضان، احنا كنا نخلصه قبل رمضان. حاله نفسيه فعلا تحت الصفر. انا عشت مع الناس دول شهر بحاله، بفطار بحفلات بحاجات كتير قوي. ازاي عشتي شهر؟ اول حاجه اول دار انا كنت صورت معاه ده كان قدام جامعتي، ولما رحت شفت الناس انا طول التصوير انا ناسيه ان انا بصور. يعني انا كنت رحت لهم في ساعه التصوير مره واحده بس، انا شهر كامل بروح لهم انا مش بصور. ايوه، يعني شهر كامل بتروحي الصبح وبترجعي بالليل مثلا بيتك؟ انا اوريدي كان جامعتي هناك. شهر رمضان كنت بروح لهم على الفطار، يعني انا كان مامتي ساعدتني في ده واتفقنا مع التيم ان احنا نروح نعمل لهم كان حفله عيد الام. اول حاجه دي في رمضان عملت حفله عيد الام، واللي يحزن ان اولادهم حتى عيد الام ما جوش. انا شفت فعلا في الحلقه كانت انت او حد كان معاكي، زميله تقريبا، وما فيش حد تاني غير هم كلهم ناس كبيره في السن. او دي حقيقه احنا يعني كان كل الموجود هناك كان احنا انتوا كنتوا الاصغر زمايلنا. سنا. احنا حتى جبنا اهالينا هناك. يعني احنا انا اخدت مامتي واكتر من زميله ليا جابت اهلها عشان نحاول ان هم مش عايزين فعلا فلوس. يعني الدور ده بيدفع له فلوس، البنات او الولاد بيروحوا يدوا من سي 2000 3 4 ماكسيمم. بس هم مش عايزين ده. يعني حتى انه في ناس كتير قوي هم اللي بيدفعوا على نفسهم عشان يقعدوا في المكان ده، هم مش عايزين فلوس ومش عايزين يعني الناس حد تبرعات. بيخش يدفع لنفسه عشان يقعد في مفيش الدار. مكان. اغلبهم مطرودين من بيوتهم، ملهمش اهل، ملهمش حد. لا خالص. حتى في حاله اللي هو عمو زيزو ده ما اتجوزش، هو اتحرم ان هو يبقى اصلا اب. وبعد ما باباه ومامته توفوا اخواته اخدوا الفلوس بتاعته الميراث بيروحوا يحطوا فلوس. هو عايز يمشي حتى نساب الدار كذا مره. هم مش بجد، يعني انا بنصح اي حد يشوف ده ان انزلوا لهم، هم ممكن يبقوا محتاجين زياره اكتر من دار الايتام. هو في تقرير طبعا انت كنت عاملاه، احنا ان شاء الله هنشوفه برضو اول ما يجهز. تمام. وعايزين نعرف برضو يا مروه ايه هدفك او ناويه على ايه قدام؟ هو انا هكمل فكره البرنامج. انا حتى في اول ما خلصت شورت التيم ان احنا نكمل، بس في ناس كتير انشغلوا، في ناس اوريدي بداوا في المجال ربنا معاهم. بس انا حابه ده، حابه ان انا اكمل اعلام شارع اكتر من الاستوديو، ان في حواديت كتير. يعني انا اساسا قبل البرنامج ده انا كنت قلت هضم فكره ختان الاناث، واوريدي نزلت وعملت اعداد ولحد دلوقتي حلقتي جاهزه ودي اللي انا ناويه اكملها بعد كده. بس فعلا اعلام الشارع هو اللي لازم يظهر. بتحسي بالنيه؟ دي حقيقه. في برامج اجتماعيه كتير، طبعا. يعني البرامج الاجتماعيه سواء توك شو سواء يوتيوب في كتير قوي،
بس فعلا في ناس كتير مش بيوصلوا لها. يعني أنا اغلب الحالات اللي انا كنت صورت معاها انا كنت خلصت تصوير وكنت خلاص وديته للمونتير وبيبداوا، بس شفت الناس لا لازم تظهر. ومش دي بس الحالات اللي انا صورت معاها، في حاجات كتير قوي، بس كنت انا مجبوره ب 20 دقيقه للبرنامج. تمام. طيب احنا اكيد طبعا قبل التصوير بيبقى فيه صعوبات او مشاكل بتواجهنا واثناء التصوير وبعد التصوير، يعني ايه ممكن نوع المشاكل او الصعوبات اللي مرت بيكي في التصوير؟ يعني انا شفت طبعا يعني ما شاء الله التصوير كان كويس جدا، المونتاج كويس، وطبعا انت كنت مقدمه تقديم كويس جدا، فعايزين نعرف ايه المشاكل اللي كانت بتواجهكم في التصوير. هو كان اول مشكله بدانا فيها التصاريح، مم. لان احنا اوريدي احنا مشروع تخرجنا في نظام الجامعه بيبقى سنه سنه اعداد وتصاريح وكل حاجه، وسنه وترم تصوير، ترم وترم. احنا جاهزين بالتقرير على فكره، بس كملي كلامك. اوكي. فهو التصريح دي كان خد مننا وقت كبير، كنا في موضوع تاني خالص. فلما جيت خلاص انا مطلوب مني ان انا اسلم قبل العيد، وكان انا لجنه التحكيم بتاعي كان الاستاذ طارق دسوقي ومنال سلامه، واللي كان راعدنا استاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه، واستاذ هشام سليمان رئيس DMC. فكنا احنا اول تيم في الجامعه العربيه من 2018 يعمل برنامج اذاعي. كان كل المشاريع سواء افلام سواء حاجه اذاعيه، ما كانش فيه برنامج تلفزيوني. فاحنا كنا اول تيم، ده كان ريسك، والحمد لله احنا طلعنا قده. طب يلا بينا نشوف التقرير. تمام، يلا بينا. بس بتمشي بقى، امشي بقى، سيبيني في حالي، سيبيني في حالي، جوزك ميت بقى، سيبيني في حالي، امشي اطلع بره، امشي، تعالي كده انا زهقت منك، تعالي اطلع بره، بره، بره. اللي احنا شفناه دلوقتي حكايه واحده، نموذج صغير قوي من حكاوي كتير بنسمع عنها ومش بنصدقها، واللي اغلبنا بيقول عليها حكايات مسلسلات ومش حقيقه. بس مفيش حد مننا جرب مره واحده انه يدخل في اصل الحكايه ويعرف حقيقتها ايه. في ابناء كتير قوي بيعرضوا اهليهم للعنف، سواء جسديا او بالضرب او بالاهانه او بالحرق، وساعات بتوصل بيهم للقتل. ومش بس كده، ده في منهم بيتعدوا عليهم جنسيا. ما تستغربوش، اللي بتكلم عليهم دول اهلنا اللي ضيعوا عمرهم كله في تربيتنا، واللي علمونا ان احنا نقوى وما نضعفش. بس اول لما قوينا على اول ايد سندتنا في الحياه، وبينتهي بيهم الحال بمروحهم لا دار مسنين لا برميهم في الشارع. تعالوا بينا نشوف كل الحكايات ونفتح اول عين. ممكن تعرفيني بنفسك؟ ناهد. كم سنه يا حبيبتي؟ 46. عايشه مع مين؟ والدتي. طب بتشتغلي منين؟ نعم. بتشتغلي ايه؟ أنا عبد الله. ليكي اولاد؟ عندي ولد وبنت، وعندي 3 من أم تانية، كويسين معاكي؟ يعني إخوات ولادي. اخوات ولادك من جوزك صح؟ أيوة. جوزك موجود؟ مطلقة. بقالك قد ايه مطلقه؟ بالظبط 19 سنة. 19 سنه؟ طب ولادك كويسين معاكي؟ عندي ابني كويس. ده ابنك عنده كام سنه؟ 25 سنة. قاعد معاكي؟ عايش معايا على طول. وبنتك ربنا يسهل لها اتجوزت. مش حلوه معاكي؟ لا.
طول عمري بدرس ارض وفي الاخر ما حصلتش اي حاجه في الدنيا. ازاي انا اتعب واشقى واقعد في الشارع عشان اتجوز بنتي، عشان استرها وعشان اسرحها وعشان اديها لحد جوزها، وفي الاخر نكران للجنين. في الاخر بدأت تبقى نكران. وحشه معاكي يمكن ليه؟ لو كانت واحده صاحبتها جابت لها هديه هتقدر صاحبتها اللي جابت لها هديه. وهتفضل طول عمرها شايلها لها ان هي جميله. سادالك امك. انا مش عايز اقول امك لان كلمه امك دي كلمه قليله عليك. انت متجوزه بنتي بقالك قد ايه؟ ده لها سنه هي داخله على سنه. طب هي من الاول كانت وحشه معاكي ولا من دلوقتي وبس؟ طول عمرها. طب ليه؟ كان بتعمل ايه ليه معاكي؟ دي انا شعرت يا سلام. ليه كلمه ليه دي انا شعرت. طب ايه؟ لحد دلوقتي انا مش عارف ايه السبب. يعني انا ذات نفسي بحاول ادور على اي سبب، ده مش عارف. مش بتسال عليكي؟ اه مش بتسال عليكي خالص؟ كلمه السؤال ده يا بنتي مش عايز اقول لك ان هو خيال. كل اللي هي بتعمله اللي هي عايزاه تيجي تاخده. بتاخد أنا منك أوجع. فلوس؟ عايز فلوس. عايز اقول سين تعدي سين شاي سين الزرع وسين الحصاد. ازاي كل حنا وكل حنا وكل زوج يقدر وضع بنت زي دي. عايز اقول انا اللي لبست الفستان الابيض، انا اللي جهزت، انا اللي شورت، انا اللي خدت من ايدك قريتك دي جوزك. انا اللي قعدت في الشارع وشقيت وتعيت. انا اللي فسدت ايدي الاخر. اكرام الجنين. تعرفيني بنفسك؟ كم سنة؟ 45. عندك أولاد؟ عندي 6. أنت بتعيشي فين؟ انا على طول قاعده هنا كده. ممكن تحكي لي أكتر عن أولادك والحاجات اللي بيعملوها غلط معاكي؟ كتير. زي إيه؟ بياخدوا مني فلوس وبيقابلوني وكده. لحد دلوقتي؟ لا هو اللي كان بيبهدلني محبوس حبيبي. ليه اتحبس؟ خناقه وكده. في أي حد منهم مد إيده عليكي؟ كتير. كنت بتسكتي؟ اعرف فين اعمل ايه. أنت بتصرفي منين؟ ده حد بتعمل. مفيش حد من أولادك بيساعدك؟ لا. ورجعنا لكم طبعا بعد ما شفنا الفيديو. ايه ده يا ملك؟ انت كنت بتعيطي صح؟ لسه كنت بتقولي. احكي لي. هو فعلا تصوير لو كلمة صعب دي كلمة قليلة قوي. ان انا 23 سنة كنت فاكرة ان دي حواديت بس في المسلسلات، مش حاجة مش بتحصل. يمكن انا في بيتي ما شفتش كده. يعني انا اصلا كنت عايشة مع جدتي وجدي اكتر وقتي. لما جده الله يرحمه توفى انا كنت كلمة ان انا بموت عليه قليل. فان في حد بيعمل كده دي كان صعب. يعني من ضمن اصعب حاجة كانت قابلتني ان انا كان في دار تاني. انا قعدت ساعه في التويليت بعيط مش قادره اصور، عشان دي كان اصعب حاله انا اصور معاها. انا اوريدي كنت رحت لها ساعه الاعداد وحكيت لي ان بنت اختها طردتها من البيت، قعدت تقريبا يومين في الشارع وناس لقوها ودوها الدار ده. بنت اختها كلمتها قبل التصوير ب5 دقايق واحنا رايحين ومتفقه معاها ان انا اصور بتصريح وواخده تصريح من مديره الدار. نكرت كلامها عشان بنت اختها شتمتها وهددتها في التليفون. طبعا تقرير كان مؤثر، انا شفته يعني اثر فيا جدا. دي حقيقه يعني احنا كلنا يعني كنا بنقولها ما تخافيش احنا معاكي، بس ان مش بنت بقى، ان حفيده تعمل كده في جدتها قاعده في بيتها بفلوسها. عمري ما كنت اتخيل ان ده يحصل بجد. يعني ده موجود، انا كنت فاكره انه كلام مسلسلات بس فعلا في حاجات كتير قوي احنا ما نعرفهاش. ده طبعا صعوبات كتير مريتي بيها عشان تعملي حلقه مميزه زي كده. بالذات احنا بنصور في الشارع، يعني في موقف السلام ده منطقه جيش، مع اني انا واخده تصريح من الحكومه. فكان رعب يعني احنا ننزل اصلا. وانا احنا التيم بتاعنا 8. ما بتخافيش وانت نازله الشارع ان انت يعني تخشي على حد ما تعرفوش او حد غريب ان احنا ننزل نتكلم معاه كده ولا؟ هقول لحضرتك حاجه، انا فكره ان انا ابقى مذيعه انا في دماغي ان انا سني 10 سنين. كان في برنامجين انا اسبوعين لازم اتفرج عليه، منى عراقي ورهام سعيد. تمام. فقلت طب انا ليه، يعني انا ليه اخاف او ليه كده؟ انا في التيم احنا 8، انا اصغر بنت في التيم. يعني انا اصغر وانا كنت تيم ليدر، فانا كان في مسؤوليه ان انا طالعه. وكمان انا التيم كله اختارني انا ابقى مذيعه مع زميلتي فدوى، بس كان الحمل اكتر عليا ان انا ابقى مشاركه في الاعداد وانا المذيعه. فانا كنت طالعه مش
انا اشتغلت في مجال قبل كده، نزلت 6 شهور في ماسبيرو ونزلت رئيسه اعداد، بس كنت نازله بنفسي، نجحت فشلت فهو ليا. تمام. لكن ابقى مسؤوله عن تيم، وانا دكتوري اللي كان مشرف على الرساله هو اخ كبير ليا دكتور شريف ودكتور نرمين خضر عميده الكليه، انا متربيه على ايديهم. تمام. يعني هم فعلا في الجامعه خلوني ان انا اشرب المواد، او ان انا اشرب حبي للمهنه دي، فانا كنت طالعه باسمهم كلهم. انا عايز اسالك سؤال، هو الناس اللي انت بتصوري معاها دي تفتكري بعد التصوير ممكن يعني صوتهم يوصل؟ هو انا اتمنى، انا لحد النهارده انا بروح الدار ده، يعني مش تصوير وخلاص. لقيتي بس مساعدات انا راحت أتمنى- لهم؟ لا خالص برضو؟ خالص. عشان كده انا اصريت ان انا مجرد ما عملت يوتيوب وفعلت في السبسكرايب كل حاجه، انا ده اول حاجه نزلته، قلت ان يمكن يوصل للناس. هم فعلا مش محتاجين فلوس، هم فعلا الناس دول انا ما رحتش حتى طلب مني فلوس. محتاجين احتواء اكتر. أنا كل مكان أروح يقولوا لي محتاجين حد تعالي. يحتويهم اكتر او حد يعطف عليهم اكتر يعني. دي حقيقه، هما ما انا لقوش ده. كل مكان اروح يقولوا لي تعالي تاني، مش فلوس، مش عايزين فلوس، تعالي تاني. ان شاء الله في قناه الحدث اليوم يوصل. يا رب. قولي لي مين بيدعمك؟ مين بيساعدك؟ مامتي. يعني دي حقيقه، رغم ان ممكن تبقى خايفه من المهنه قوي، وكمان انا اكبر بنت في العيله، بس هي دايما كانت معايا. يعني انا في التصوير ده اول مقدمه انا مصوره الانترو الساعه 4 الفجر. ياه. انا اخدت تصوير يومين، كان من الساعه 8 ل 4 الفجر، وتاني يوم من 6 للساعه 12 بالليل. هو الكرو بتاعكم يعني كله بنات بس، يعني اقصد يعني معكمش ولاد بغرض مثلا كمان ولادي الحماية 3 ولاد. 3 ولاد كويس. انا بيطمن عليكم برضه، لان طبعا انت عارفه الاوقات دي بتبقى متاخره، ممكن مثلا حد يضايقكم، حد تتعرضوا لمواقف زي كده. احنا صراحه الدكتور بتاعنا ما سابناش، يعني هو كان دايما معانا كويس بتيم جدا. التصوير كله رجاله لا ربنا كان مساعدنا، او يمكن عشان التعب اللي تعبناه في الفكره اللي قبل كده. عايزين توصلوا حاجه للناس، عايزين توصلوا حاجه تاثر في الناس، او محتوى كويس بدل المحتويات الكتير اللي احنا بنشوفها دي الأيام حقيقه. بتبقى محتويات مستفزه جدا. بس النهارده احنا بنقدم محتوى هو فعلا ياثر في الناس. وطبعا يعني من هنا عايز اسالك، ناوي على ايه الفتره الجايه في البرنامج اللي هو فتح عينيك؟ هو انا بدات اخد كل الخطوات ان انا اكمله، او في صعوبه جدا يمكن عشان انا ما حدش يعرفني بالكم الكافي ان انا ابقى مذيعه. بس حتى لو قفلت الدنيا مش هطلع تلفزيون، هكمل يوتيوب. وفي فعلا قواضي كتير قوي، مش بس ده، في قواضي كتير قوي احنا في الشارع احنا مش بنشوفها. صح. بنطلع في ناس كتير بيطلعوا يعيبوا على التمثيل، ان مثلا قضيه ادمان، قضيه اغتصاب، بنعيب انتوا بتعلموا الناس. لا، احنا مش بنعلم ناس، الحاجات دي اوريدي موجوده، تمام. بس احنا اللي دايما كنا بنغمي عينينا عشان ما نشوفهاش. والناس بقى حابه توجه لهم رساله معينه، للناس اللي هي بتشوفنا دلوقتي على قناه الحدث اليوم، حابه توجه لهم رساله معينه بخصوص برضو الحاجات اللي احنا بنشوفها او الحاجات اللي احنا بنقدمها على اليوتيوب؟ ان هو بطلوا تسكتوا، او بطلوا تقولوا ان الاعلام او المسلسلات او الافلام هو اللي بيخلي الناس يعملوا كده. لا، هم الناس هم اللي جواهم شر. اصلا مش هنلاقي اكتر من ابن او ابنه الشر كلهم لاهاليهم، مفيش شر بعد كده. بس لا، فعلا في شر ما تقفوش عليه. حتى لو حد واحد، يعني انا حتى لما نزلت البرنامج قلت مش شرط يوصل للناس كلها، لو وصل لحد واحد انا ده عندي كفايه، بس يعمل بيه. لا، وصل لناس كتير طبعا، البرنامج كان مميز جدا. انتي صورتي في الدار بس ولا في اماكن تانية؟ لا، انا مصوره في موقف السلام، ومصوره في شارع في المعادي، ومصوره في 4 دور تقريبا، 2 مجاني و2 خاص، بس كان برضو ملتزمه بوقت برنامج. مين بيجيب لك الفكره ان انت تنزلي تصوري فين؟ يعني مين صاحب فكره المكان واللوكيشن او احنا كنا كلنا، احنا قعدنا شهر كله بيشارك مش في بننام، بننزل. كنا مقسم نفسنا ننزل، يعني انا قعدت شهر ونص قبل التصوير انا بنزل الاماكن دي بس. وفي اماكن خطر جدا 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 بننزلها، اماكن صعب ان الواحد ينزلها او يتكلم فيها مع حد اصلا من دي حقيقه. بس كان لازم ننزلها. تمام. انتي قلتي لي ان انتي ناويه الفتره الجايه تكوني معانا في استوديو صح، او تعملي برنامج عموما صح؟ هتعملي فيه ايه؟ همشي بنفس البوزيشن اللي انا عامله بيه البرنامج. هيبقى ناقص حته هو ان احنا نعمل حاجه تمثيليه في الاول. دي كانت فكره زميلتي المخرجه هاجر غنام، كانت حابه ان احنا برضو كنا داخلين ريسك في الجامعه ان ما تعملش برنامج قبل كده، فما كناش عايزين حاجه تقليديه، ان احنا في برامج اجتماعيه كتير. فانا برسم التصور ان انا مش عايزه برنامج يبقى مختلف، مش يبقى على وتيره واحده، بس برضو هيبقى في جزء اساسي اعلام شارع، مش بس استوديو.
حابة توصلي حاجة لأهلك، يعني تشكري حد في أهلك في نهاية الحلقة؟ شكرا لمامتي وشكرا لاهلي وشكرا للشخص اللي دايما بيدعمني. في حد معانا في الاستوديو طبعا هو بيدعمك بشدة يعني، دي لدرجة إن هو حقيقة. معانا جوه الاستوديو دي دلوقتي. حقيقه، شكرا بجد يعني. كان سبب كتير لحاجات ان انا افضل مكمله. ربنا يخليكم لبعض يعني. أعزائي المشاهدين، طبعا حلقتنا خلصت، وعايزة أقول لك إن شاء الله يعني التوفيق ليكي ونورتني. لا بنورك هتكون كمان. معايا على طول إن شاء بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء، أشوفكم على خير إن شاء الله. الحدث اليوم، رسالة لا إثارة.